المشاهدون الأكارم، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. تنظيم حفل موسيقي بمناسبة السنة الجديدة 2025. رئيسة المرأة الإريترية توضح بأن تقوية التعطير مهمة مرحلية للمرأة. تسليم أموال وممتلكات مفقودة بقيمة 2.6 مليون نقفة لشرطة الإقليم الجنوبي. رئيس الساحل العاج يعلن انسحاب القوات الفرنسية من بلاده. توقف صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بعد انتهاء اتفاقية النقل. رومانيا وبلغاريا تنضمان بالكامل إلى منطقة شنغن. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. نظمت مفوضية الثقافة والريادة حفلا فنيا بالتعاون مع اللجنة الوطنية للاحتفالات يوم أمس 31 من ديسمبر في سينما روما في أسمرة، وذلك بمناسبة السنة الجديدة 2025. تضمن الحفل الذي حضره المسؤولون في الحكومة والجبهة والدبلوماسيون تضمن رقصات شعبية وأغاني تراثية ووطنية وقصائد شعرية. وقد بث الحفل الذي استمر لساعتين عبر الفضائية الإريترية مباشرة. هذا واستقبل الشعب الإريتري 2025 بأمنيات طيبة وعهد جديد لمرحلة مبشرة. أوضحت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة السيدة تخات ساميكائيل بأن تقوية التعطير والتنظيم من المهام المرحلية. وقالت في مقابلة مع وكالة الأنباء الإريترية إرينا أن الاتحاد يعمل إلى جانب برامجه لتوعية المرأة كالتعرف على المحتاجات وذوات المصاعب الاجتماعية والاقتصادية وتوفير التدريب وفرص القروض لهن، مؤكدة بأن النتائج مشجعة. وذكرت صرف إجمالي 50 مليون نقفة لأكثر من 15,000 امرأة على شكل قروض حتى الآن، مضيفة أن المستفيدات يعملن في الزراعة والتجارة وأنشطة أخرى، وتم سداد 85% من تلك القروض. وحول التدريب المهني لتأمين الموارد الاقتصادية للمرأة قالت السيدة تخا إن الجهود متواصلة لتمهيد الأرضية بالتعاون مع الشركاء للحصول على فرص التدريب المهني والأكاديمي واستدامته في جميع الأقاليم. وأوضحت قيام الاتحاد في إطار ذلك بتوفير فرص العمل للمتدربات في النجارة والأشغال اليدوية للحلي والفخار وغيرها، وتزويدهن بالمعدات الأساسية على شكل قروض، بالإضافة إلى الدعم بالدواب والقوارب والدجاج والمواشي. وأشارت إلى تشجيع المرأة في التعليم وجعلها منافسة، وكذلك توزيع 78 محركا لضخ المياه في كافة الأقاليم لتعزيز مشاركة المرأة في التنمية الزراعية. وذكرت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة السيدة تخات ساميكائيل أن الاتحاد قام بالتعاون مع فروعه في المهجر في بناء مراكز التدريب والقاعات وغرف انتظار الحوامل في مصوع وكرن وبارنتو وقشيت وطيعة وعلى برعد وأسماط وعالدخالة وعصب وتسني وعالدقيح ومندفر وهيكوتا، حيث أنجز بناء بعضها والآخر قيد التشييد. يشيد في حديدة بمدينة سجنيتي خزانا لسد احتياجات مياه السقي المواشي بسعة 200,000 متر مكعب مياه. ويستخدم السد الذي اكتمل إنجازه بنسبة 70% قرى حديدة وبراقية عيبة وبراقية نيشتو، كما سيساهم في زراعة الأعلاف الخضراء. وأوضح خبير حماية التربة وحفظ المياه في الإقليم الجنوبي المهندس جبرز جابير كفلم أن السد سيبلغ ارتفاعه 7 أمتار وطوله 54 مترا، وتجري أعمال البناء بمشاركة سكان القرى الثلاثة وأفراد الفرقة العسكرية 14.
تم تسليم الشرطة في الإقليم الجنوبي أموال نقدية وممتلكات تقدر بأكثر من 2.6 مليون نقفة تم العثور عليها عام 2024. وأوضح مسؤول التحقيقات الجنائية في شرطة الإقليم الجنوبي النقيب محاري مبرهاتو لوكالة الأنباء الإرترا إرنا تسليم الشرطة عام 2024 حوالي 286 ألف نقفة و990 دولارا و450 جنيها استرلينيا و120 بر نقدا و83 جراما من الذهب و43 جراما من الفضة و333 دراجة هوائية ودراجة واحدة تعمل ببطارية و36 شنط ملابس و702 حيوان أليف وأشياء مختلفة. وقال إن المواطنين المساهمين في هذه الأعمال الخيرية يتنوعون بين الأطفال وكبار السن، أكثرهم الذين تتراوح أعمارهم بين 13 عاما و16 عاما أيضا. ووفقا لتعليمات الشرطة الإرترية فإنه يتم منح 10% من الأموال أو الممتلكات المفقودة إلى من يعثر عليها إذا وجد المالك، وإذا لم يتم العثور على المالك خلال الإطار الزمني المحدد تقدم إلى الشخص الذي عثر عليها باتباع الإجراءات القانونية، موضحا بأن عدم قبول المواطنين الذين عثروا على المفقودات للأخذ نسبة 10% يعكس القيم السامحة للمجتمع. وأشاد النقيب محاري مبرهاتو بأن المواطنين لمساهمتهم بهذا العمل النبيل في منع الجريمة، وحث أيضا على التعاون مع الشرطة. يوجد 12 مركزا شرطيا موزعا على 12 مديرية في الإقليم الجنوبي. نظمت انتخابات إدارات الضواحي ولجان القرى في 18 ضاحية في مديرية سجنيتي. وقد تم في العمليات التي جرت من 18 وحتى 29 من ديسمبر انتخاب 36 إداريا. ودعا مدير مديرية سجنيتي السيد عبد القادر حاج علي في التوضيح الذي قدمه عن أهداف العملية الانتخابية، دعا الإداريين المنتخبين لخدمة المواطن بإخلاص وتفاني وتعاون الشعب معهم. كما تم انتخاب لجان القرى في 38 قرية. مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نعود إلى متابعة الأخبار على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. قال رئيس ساحل العاج الحسن وترى أن القوات الفرنسية ستنسحب من الدولة الواقعة في غرب أفريقيا ليتواصل الخروج العسكري للقوات الاستعمارية السابقة من المنطقة. وفي كلمة وجهها إلى الأمة بمناسبة نهاية العام، قال وترى إن مواطني ساحل العاج عليهم أن يفتخروا بتحديث قدرات قواتهم المسلحة. وأضاف في هذا السياق: قررنا الانسحاب المنسق والمنظم للقوات الفرنسية، وتدرس فرنسا خفض وجودها العسكري في دول غرب ووسط أفريقيا بما في ذلك ساحل العاج إلى 600 جندي من نحو 2200 حاليا حسب ما ذكرت مصادر لرويترز في نوفمبر الماضي. وسحبت فرنسا التي انتهى حكمها الاستعماري في غرب أفريقيا في ستينيات القرن الماضي سحبت جنودها بالفعل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر في أعقاب انقلابات عسكرية في تلك البلدان وانتشار المشاعر المناهضة لفرنسا. كما أنهت حكومة تشاد بتكليم مفاجئ اتفاقية التعاون الدفاعي مع فرنسا في نوفمبر الماضي. توقفت صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب التي تمر عبر أوكرانيا في الساعات الأولى من يوم رأس السنة الجديدة، وذلك بعد انتهاء اتفاقية النقل بين روسيا وأوكرانيا. ولم يتم التوصل إلى اتفاق جديد بين موسكو وكييف لاستمرار تدفق الغاز، مما أدى إلى توقف أقدم مسار لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.
وكان من المتوقع هذا التوقف في تدفق الغاز في ظل الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ فبراير 2022، حيث كانت أوكرانيا حازمة في موقفها بعدم تمديد الاتفاقية في ظل النزاع العسكري. وأشارت مصادر صناعية إلى أن شركة غازبروم الروسية توقعت غياب الغاز عبر أوكرانيا في عام 2023، حيث كان يمثل حوالي نصف صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأنابيب. انضمت بلغاريا ورومانيا بالكامل إلى منطقة شنغن بعد انتظار دام أكثر من 13 عاما في عضوية تتيح لسكانها حرية التنقل وتشكل رمزية كبيرة للبلدين الواقعين في أوروبا الشرقية. وكان البلدان انضما جزئيا إلى هذه المنطقة في مارس 2024 حين ألغيت عمليات التفتيش الحدودية في مطاراتهما ومرافئهما، قبل أن يوافق شركاؤهما الأوروبيون في منتصف ديسمبر على توسيع هذا الإجراء ليشمل مراكز الحدود البرية. وبهذا أصبح فضاء شنغن مكونا من 29 دولة يتمتع سكانها بحرية الحركة بداخله. من جهة أخرى تتولى بولندا اليوم الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي لمدة 6 أشهر، لتنتهي بذلك فترة مضطربة مع تولي الميجر رئاسة المجلس. استقبل العالم ليلة الثلاثاء الأربعاء بالألعاب النارية والاحتفالات سنة 2025، مودعا عاما شهد أحداثا دراماتيكية في أنحاء العالم. ويبدو مؤكدا أن العام 2024 سيسجل على أنه الأكثر حرا على الإطلاق، في وقت تؤدي فيه الكوارث التي يغذيها التغير المناخي إلى أضرار في مناطق تمتد من سهول أوروبا إلى وادي كاتماندو. واستقبلت سيدني التي تسمي نفسها عاصمة العالم لرأس السنة العام الجديد بإطلاق 9 أطنان من الألعاب النارية من دار الأوبرا وجسر ميناء سيدني هاربر بريد. وفي آسيا أيضا استقبلت بانكوك وهونغ كونغ وتايبيه العام الجديد بالألعاب النارية مع التساقط الكثيف للثلوج. استقبلت اليابان العام الجديد. نختم نشرة هذا المساء مشاهدينا في كل مكان بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. تنظيم حفل موسيقي بمناسبة السنة الجديدة 2025. رئيسة المرأة الإريترية توضح بأن تقوية التعطير مهمة مرحلية للمرأة. تسليم أموال وممتلكات مفقودة بقيمة 2.6 مليون نعفة لشرطة الإقليم الجنوبي. رئيس الساحل العاج يعلن انسحاب القوات الفرنسية من بلاده. توقف صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بعد انتهاء اتفاقية النقل. ورومانيا وبلغاريا تنضمان بالكامل إلى منطقة شنغن. هكذا مشاهدينا في كل مكان نكون قد وصلنا وإياكم لنهاية نشرة هذا المساء، وكل عام وأنتم بألف خير. مناسبة حلول عام 2025 دمتم في أمان الله.